السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. البيت كله براس. منا فضالي تتهم شركة مكافحة حشرات بالكذب. دعونا نتعرف على التفاصيل. اتهمت الفنانة منا فضالي شركة مكافحة حشرات بالكذب، مؤكدة انها قامت بعمل دعاية لأحد الشركات والتي قامت برش منزلها للقضاء على الحشرات والأبراص، لكن اكتشفت كذبهم. وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: كنت عملت دعاية لشركة رش للحشرات، الشركة دي كدابين وانا ما كنتش اتعاملت معاهم قبل كده، بس قلت كده في الاعلان لانهم جايبين ستوري بورد لازم اقوله، وكنت فاكرة انه حقيقي والله، بس عشان اخلص ذمتي حبيت اوضح للناس اني عن تجربة الرش ده مش حقيقي، والبيت عندي مليان حشرات وابراص بل اكتر. المفروض يعني انهم حاطين حاجات ومبيدات للحشرات، بس ده مش حقيقي. وتابعت ايضا: انا حبيت اوضح ممكن اعمل دعاية واجرب المنتج، بس لازم بما اني جربته وكان مش حقيقي لازم اوضح للناس كلها عشان ما يصدقوش اي حاجة. من الجدير بالذكر ان منا فضالي شاركت في السباق الرمضاني المنقضى بمسلسل محارب امام الفنان حسن الرداد ومسلسل كبرى مع الفنان محمد امام. الى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.